يا صباح الجمال، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الرزق، يا صباح الجمال على احلى فنزات واحلى حبايب واحلى اخوات قلبي. حبايب قلبي والله بحبكم في الله، بحبكم كده من باب للطاق، بحبكم من غير مقابل. بحبكم في الله يا ولاد، والله العظيم ثلاثة بحبكم. لان انتوا احلى حاجة في حياتي، انتوا الرزق بتاعي. انتوا اللي الرزق اللي ربنا بعته ليا، والله العظيم ثلاثة. وانا ما بستغناش عنكم، لما بغيب يوم بس بغيب عنكم بحس ان الدنيا مقفله في وشي، بحس ان الدنيا مقفله، بحس الطاقه السلبيه مسكتني. لكن انا مش عايزه طاقه سلبيه. عايزه ايه يا ماما لومي؟ اقول لكم انا عايزه الطاقه الايجابيه، وعايزه الحب، وعايزه الفرفشه. عايزين نفرح مع بعض يا ولاد، عايزين نتهنى مع بعض، عايزين نحوش ونفرح ونجيب اللي احنا عايزينه. طب انت هتعملي ايه دلوقتي يا ماما لومي؟ بصوا احنا عندنا حاطين ايه؟ مشروع من البيت. مشروع من البيت ازاي؟ هقول لكم ازاي. وتحوشي من البيت، هتحوشي ازاي؟ هو انا في ايه في البيت يا ماما لومي الا الميزانيه اللي بيديهاني زوجي، وانا بصرف منها وبشيلها يا دوبك على الاكل والشرب لا يا حبيبه قلبي، تعالي بقى هنا عندي، وتعالي انت بقى في ملعبي، تعالي اوريكي بقى تعملي ايه. اقول لك هتعملي ايه. احنا دلوقتي هنعمل حاجات جميله جدا. ايه هي يا لومي؟ اقول لك انا حاجات ايه. انت عندك كراكيب في البيت. كراكيب ايه؟ اقول لك. عندك دلوقتي المدارس خلصت، عندك كراريس فاضيه، كراريس كده يعني مليانه، بتمسكي تلميها وتبيعيها للراجل بتاع الربابيكيا. تمام. اللي بتاع الربابيكيا بالكيلو اللي بقال لاي حد. عندك الكتب الخارجيه، ما تبيعهاش لبتاع الربابيكيا. اوعي، اوعي تبيعيها لبتاع الربابيكيا. امال ابيعها لمين؟ بصي اعملي جروب وبيعيها على الجروب. يعني مثلا الكتاب ب 100 جنيه، بيعيه ب 50 بنص الثمن، هتكسبي فيه. ب 50 تبيعيه ب 25، انت هتكسبي واللي قدامك ده هيكسب. ما انت تعملي بقى الايه، الجروب بتاع الماميز بتاع المدرسه. يا جماعه انا عندي دلوقتي ابني في سنه 5 او ابني في سنه 6 او ابني في الاعداديه. انا دلوقتي عندي الكتب الخارجيه، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، هو بكذا بس احنا هنبيعهم بنص الثمن. طبعا هيدفع للمنهج للسنه الجايه. فطبعا اي واحده هترضى تاخده تقول لك انا الاولى. فتقول اولى بايه؟ لان المصاريف والدنيا غاليه. اولى بايه؟ اولى ان انت تاخده، لان دلوقتي الحاجه بالثمن دوت مش هتتجاب من بره بالثمن ده انت هتجيبيها ب 100 جنيه زي ما بتجيب، وممكن يكون اغلى كمان، بيغلى كل سنه بيغلى، كل سنه بتغلى، مش عارفه في ايه، بس ربنا المستعان يعني. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبص هنلاقي الكتاب ابو 100 جنيه هنبيعه ب 50 جنيه. طب يا جماعه انا عندي كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ادينا بعناهم. نيجي بقى للملازم، الملازم الفاضيه، الورق، بيعيه برضو مع الكراريس الفاضيه، الكراريس اللي هي المليانه، بيعيها. عندك ازايز، ازايز البيبس، ازايز اللي هي الميه، ازايز اللي زي دي كده، بتحوشيها وتبيعها. في بتوع على الجروب تكتبي على اللهم صل على سيدنا محمد، تكتبي على الفيس بتوع ربابيكيا بتاع الازايز، اللي بيشتري ازايز بيجي يشتري منك كميه الازايز تحوشيها. ازايز الكنز بيشتروها. الحاجات دي ما تنسيش تبيع. عندك حاجات قديمه، عندك حلل المونيا قديمه، بيعيها واكسبي. كل دي فلوس بتحوشيها وبتشيليها. كل الفلوس دي بقى اعتبري ان هي ما جاتش، اعتبر الفلوس دي ما جاتش، اقوم شايلاها ومحوشاها، ادخرها جنب فلوس ايه بقى. اسم الله عليكي. اقول لك انا جنب فلوس ايه. دلوقتي ولادك خدوه في الاجازه كانوا بياخدوا دروس. مثلا زوجك بيدفع 1000 جنيه لدروسهم مثلا، يعني احنا بنقول 1000 جنيه للدروس. طب بص ممكن تديني 500 جنيه اشيلهم؟ هيقول لك لا. قولوا له هشيلهم. ليه؟ قولوا له اي طوارئ، لاي ظروف، لاي زنقه. وتجيبي علبه وتشيلي فيها الفلوس بتاعه المدرسه. اديك عرفتي المصروف بتاع المدرسه اللي بياخدوه العيال. احنا كل ده وما جيناش جنب الميزانيه خالص بتاعت الشهر. كل ده وبنحوش من الفلوس اللي هي بره، حاجات اللي هي الخارجيه اللي هي كراكيب بتاعت البيت، والحاجات اللي هي كانت الزياده والدروس والمصروف والكلام ده كله. يعني العيل بياخد مثلا وهو رايح مثلا 15 جنيه او 20 جنيه مصروفه، دلوقتي هياخد 10 جنيه. ال10 التانية هشيلها، والعشرة التانية هشيلها. كل يوم كل يوم يقول لي انت، بتقول له لا ده انا كده بدبر وبوفر لان جوزك. وخلي بالك انت دلوقتي قولوا له لا انا عايزه المصروف بتاع العيال، العيال بيجيبوا بيعملوا. وما تقولولوش ان انت بتحوشي، وما تقولولوش ان انت بتشيلي، لان الزوج بيحبش مراته تكون متكله على حاجه زي كده. لان لو عرف ان انت بتتكلي على حاجه زي كده بيفتري عليك زياده. هو دلوقتي عارف ان انت اللي محتاجاه له وان انت بتاخدي منه مصروف. لا شيلي، شيلي وحوشي للزمن. انت ما انتش عارفه الدنيا فيها ايه.
ما انتش عارفه الزمن شايل ايه. يا رب يشيل لكم كل خير وكل هنا، وتتهنوا وتستري في الدنيا وفي الاخره. احنا بنتكلم دلوقتي على ان المصروف دلوقتي، حاولي تدبقي وتوفري وتشيلي. شيلي الفلوس دي هتنفعك، صدقيني والله هتنفعك يا بنتي، والله العظيم يا حبيبه اختك هتشيلي الفلوس دي هتنفعك. شيلوهم في حته مش محدش يعرف عنهم حاجه. لما تشيلوهم في حته محدش يعرف عنهم حاجه وانت ايدك بعيده عنهم، ارميهم كده في حته اكن ما جوش. بعتي المونيا، بعتي حلل قديمه، بعتي مثلا عندك ترابيزه قديمه بعتيها، بعتي مثلا كوتشيات قديمه عندك شيليها، عندك مثلا تيشيرتات وحاجات زي كده قديمه عايزه تبيعيها واعمليها على الجروب برضو، بيعي يا جماعه عندي كذا وكذا وكذا. ازاز البيبس، ازاز الكنز، الكتب والكشاكيل والحاجات دي بعتيها، اخد فلوسها واقوم شايلها في مكان. كل يوم من مصروفي بقى اعمل بقى مصروف البيت. مصروف البيت هتعمليه ازاي يا اختي؟ هقول لك يا حبيبه اختك هتعملي ازاي. انا دلوقتي ما بمشيش كده جهجهوني، ما لو مشيت كده جهجهوني مش هعرف امشي. هروح السوق وهجيب ده وهجيب ده وهجيب ده وهجيب ده وهجيب ده واجي اقول ايه ده؟ فين الفلوس؟ انا معيش فلوس. طب هشيل ازاي؟ طب اعمل ايه؟ طب امشي الشهر ازاي؟ لا، انت امشي بهدف. هدفك ايه؟ هدفي بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3. انا اشيل ظرف كده، ده للكهرباء، ده للغاز، ده للميه، ده للتليفون مثلا للنت، دولت الحاجات دي. وظرف تاني للطوارئ. طوارئ ايه؟ هشيل الفلوس دي، لا قدر الله ابني عيد، بنتي عيد، انا تعبت، جوزي تعب، دي للطوارئ. فاهمين الحاجات دي؟ اما الفلوس التانية دي هشيلها ومش هفتح عليها دلوقتي خالص. امال هعمل ايه يا اختي؟ هقول لك يا حبيبه اختي، الفلوس دي اشيلها 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 لحد ما يبقى مبلغ نقول مثلا 4000 جنيه، 5000 جنيه. هتعملي بيهم ايه؟ هنزل اجيب بيهم حته دهب، هجيب بيهم بريمه، هجيب بيهم خاتم جرام، جرام مربع، هشيله، مش هلبسه، هشيله. هشيل حته الدهبه دي اشيلها. الدهب بيزيد، الدهب والعقار بيزيد. اغلى حاجه واحسن حاجه العقار والدهب. طب انا نفسي اجيب شقه، نفسي اجيب عربيه، بلاش العربيه، نفسي اجيب شقه، نفسي اقعد في حته كده حلوه نظيفه، نفسي ما اكونش محتاجه حاجه، نفسي ما استلفش، نفسي ما اجيبش من هنا ومن هنا. ما انت حبيبه اختك لما تعملي الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي مش هتستلفي ومش هتروحي تمدي ايدك لحد. بالعكس، ده انت هتبقى معاكي فلوس وزياده. بالعكس، ده انت هتبقى قاعده مرتاحه. بالعكس، ده انت تبقي نفسيتك اقدر، عندك طاقه ايجابيه احسن واحسن. وكمان تاني هتعاملي زوجك وولادك احسن، لان انت متكله على ربنا ثم على القرش اللي انت شايلاه للزمن، وما تعرفيش زوجك عنه اي حاجه، عشان هو كده كده بيجيب لك القرش والمصروف بيقول لك خدي وانت تصرفي. خلاص ادام انا بتصرف سيبني بقى، ادام انا ماشيه البيت سيبني امشي البيت بقى على كيف. ما تقوليش انا بشيل قرش على جنب كذا، ما تقوليش ان انا بشيل حاجه كده على هنا ولا هنا. اوعي، اوعي تقولي له كده عشان ما يتقواش عليكي. عشان يوم ما يقول لك لا قدر الله انت مالكيش غازه عندي، يبقى انت مركونه على حاجه، انت مركونه على قرش، مركونه على حته ذهب وشويه ذهب دولت هيركونوا عليكي. ممكن شويه الذهب دولت تبقوا تعملي بيهم مشروع. ما تستذليش ليه ابدا، ما تحتاجلوش ابدا، لان مفيش راجل عنده ضمير. بصراحه والله العظيم انا اقول للبنت المصريه واي بنت عربيه في الدول العربيه، خلي بالك من حالك ومن حال ولادك، وما تحرميش نفسك ولا ولادك. بالعكس انت هتاكليهم. البطن ما بتقولش لا على اي اكل يا ولاد، بس انت خدي بالك من المصروف، خدي بالك من اي قرش بتشيليه. انت بتاخدي مثلا 3000 جنيه، يعني 100 جنيه في اليوم. هل ال 100 جنيه دول يا اختي هيصرفوا؟ هيصرفوا، وهتوفري وهتشيلي. بس قبل كل ده طلعي حاجه لله. الحسنه ب10 امثالها. الحاجه لله دي هي اللي هتجيب لك الرزق كله، وهتبارك لك في مالك وعيالك وفي بيتك وبركتك في كل حاجه، واللقمه اللي هتاكليها هتزيد. بس اتقي الله في ولادك وجوزك، واعملي اللي انا بقول لك عليه ده. والله 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 هتبني وهتعملي. اعملي كده، انا بقول لك الكلام ده من قلبي. واعملي الحاجات دي، وخلي بالك الفيديو اللي جاي هيبقى انقح، لان هقول لك توفري ازاي وتشيلي فين وفين. هقول لك هتشيلي فين بالظبط، والحاجه دي هتشيليها ازاي، وهتشيلي كام، وهتجيبي ايه. ماشي حبايب قلبي؟ يلا هقول ايه في حفظ الله. انا كوبايه شاي معلومي، ما تنسونيش كوبايه شاي معلومي، ما تنسونيش في اللايك واحلى لومي. وانا بيكم ان شاء الله هكبر وهتكبروني ان شاء الله حبايب قلبي.
يلا خلي بالكم من الفيديو واعملوا لي لايك.